ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا جميل جدا. بيتزا دايت. هنعمل مع بعض النهارده بيتزا لو كارب. لو جلوتين. للناس اللي هم عندهم حساسية من الجلوتين وممكن ياكلوها. طعمها جميل جدا ولذيذة جدا ومشبعة جدا، يعني كفاية بس تاخدي قطعة بس واحدة منها كده تشبعي. هنا بقى انا استخدمت الدقيق الحبة الكاملة اللي هو الدايت. استخدمت نص كيلو من الدقيق، ومعاهم كوباية من الشوفان المجروش ورشة ملح. وهنا دي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة سكر. هنا معلقتين كبار كده من حبة البركة، وكمان نص كوباية من السمسم. وهنا ده زعتر. احنا ممكن نستخدم زعتر او ريحان، حاجة من الاتنين بصراحة. يعني البيتزا بتبقى طعمها جميل جدا بالزعتر او الريحان، بتدي طعم حلو وريحة حلوة قوي للبيتزا. هنا دي كوباية من اللبن، حطيت عليها بيضة بالشكل ده، وبعدين هضربها خالص كده لحد ما البيضة تمتزج مع اللبن، وهضيفها على المواد الجافة اللي احنا لسه عاملينها مع بعض دلوقتي بالشكل ده. وهنا دي معايا كوباية من المية الدافية، طبعا مش هحطها كلها مرة واحدة، احط كده شوية بشوية من هنا اما اشوف العجينة بتاعتي هتحتاج مية قد ايه. يعني بالنظر كده، بالوام كده احنا هنشوف هناخد مية قد ايه، وهقول لكم هي خدت مني بالظبط كوباية الا ربع. هقلب كده بالمعلقه زي ما احنا شايفين بالشكل ده قبل ما احط ايدي فيها عشان ما تلزقش في ايدي من اولها كده. اهي شايفين العجينه بص بتلزق. ممكن نحط معلقتين من الدقيق. انا حطيت بصراحه معلقتين من الدقيق عشان كانت بتلزق جدا. وبعدين هنا علشان المها من الطبق كده ما تلزقش في الطبق، حطيت زيت زيتون بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان ما تلزقش في ايدي. مش عايزه، يعني عايزه اقول لكم برضو ان احنا ما نزودش فيها دقيق، يعني مش عايزاها تبقى ناشفه، عايزاها تبقى طريه كده وهشه كده، ما تبقاش ناشفه قوي علشان ما تبقاش مكتومه، وعشان وهي بتخمر كده تخمر بكل سهوله. اهو لميتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هكون مدفيه كده الفرن وقافله عليه، بحيث ان انا احطها في مكان دافي علشان عمليه الاختمار تكتمل كده وتبقى بسرعه. بس هغطيها طبعا بالاسترتش راب زي ما احنا شايفين كده، وهسيبها تخمر مده ساعه. مش عايزه اقول لكم طعم العجينه دي جميل جدا. هنا طبعا من هنا ما تختمر انا قطعت هنا فلفل الوان وكمان تركي مدخن، وكمان زيتون، شرايح زيتون اخضر واسود. هنا بقى هنعمل الصلصه مع بعض. طبعا الصلصه دي انا عاملاها هنا بايديا في البيت، يعني مش صلصه جاهزه، ما فيهاش طبعا مواد حافظه ولا كلام من ده، احنا بنعمل اكل صحي. دي عبارة عن طماطم حطيتها على البوتاجاز، سبتها فترة طويلة لحد ما شربت ميتها، وبعدين ضربتها في الخلاط. هنا بقى انا حطيت بابريكا، زعتر، ملح، وكمان فلفل اسود. قلبتها كويس جدا. هنا دي العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت، هخرج منها الهواء زي ما احنا شايفين كده. مش عايزه اقول لكم ريحتها بجد جميله جدا، وطعمها كل اللي دقها بصراحه ما صدقش ان دي ممكن تكون للدايت، بس يعني جميله جدا. هنا انا استخدمت الدقيق ده دقيق قمح كامل من قوسين دايت. هنا هرش رشة دقيق من ده علشان طبعا هفرد العجينة فيها. انا هنا فضلت ان انا اعمل البيتزا صغيرة ميني بيتزا، احنا ممكن نعملها كبيرة، بس انا فضلت ان اعملها صغيرة عشان يعني الحتة بحتتها كده ناكلها كده ونحس كده بالشبع، لان هي فعلا بجد بيتزا مشبعة. ممكن كمان نضيف اضافة للعجينة نفسها، نحط اللهم صل على النبي، نحط اللي هو بذور الكتان. بذور الكتان حلو قوي، من الحاجات الحبوب اللي هي المشبعة. هنا انا رشيت حبة بركة وسمسم فوق الوش كده تدي شكل حلو وقيمة غذائية عالية. رصيتها هنا طبعا في الصينية. هنا طبعا من هنا طبعا ما خلصت وكده لقيت اختمرت وعليت كده شوية، فبنزلها شوية من المنتصف كده، وبسيب الحواف ان هي منفوخة حبة بالشكل ده. وهبتدي بقى ان انا اجيب الشوكة واعمل ثقوب بالشكل ده عشان لما ادخلها الفرن ما تعلاش من المنتصف.
وبعدين بقى هجيب الصلصة بتاعتي وهحط معلقة صلصة لكل واحدة كده، وهوزعها كده زي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طعم الزعتر في الصلصة دي مخليها مديها طعم جميل جدا، ده غير كمان الزعتر اللي احنا حطيناه في العجينة، فليه ريحة وطعم بصراحة انا بحبها جدا. هعمل الكمية كلها بالشكل ده. وبعدين هنا هجيب تركي مدخن. طبعا ما ينفعش طالما احنا بنعمل بيتزا للدايت وكده، ما ينفعش ان احنا نحط اللانشون. احنا ممكن نحط بسطرمه، تركي مدخن، كده، لكن بلاش لانشون، عشان طبعا مش عارفين احنا مكوناته بتبقى ايه. انما ده معروف تركي مدخن، لحوم الديك الرومي. وبعدين هحط الفلفل الالوان بالشكل ده. شايفين الالوان جميله ازاي؟ يلا بقى نكسر لون بالزيتون الاسود، تديها لون كمان، شكل احسن من كده كمان. بصراحة الالوان يعني العين بتاكل قبل البق، الوانها جميلة وشكلها حلو قوي، تفتح النفس. بس طبعا ما نكترش منها، بنعمل دايت، بنعمل نظام غذائي، ما نكترش. هو بصراحة الواحد بياكل واحدة بس بيشبع جدا. شايفين الجمال، الالوان الحلوة. حاطها في الفرن، مش هتاخد وقت طويل، خلي بالنا ما تنشفش، يعني نار هادية مش عالية قوي، بحيث انها تفضل طرية ما تبقاش ناشفة. هنا بعد ما خرجت طبعا من الفرن سخنة، حطيت الموتزاريلا. طبعا مش هنحط موتزاريلا كتير عشان الكالوري ما يبقاش عالي، احنا عايزينها يعني ناكل بيتزا الكالوري بتاعها يبقى اقل يعني اقل حاجة. هو بس الزيتون والجبنة الموتزاريلا هو ممكن يكون هو اللي عامل معانا الكالوري شوية، بس مكونات البيتزا كلها مغذية ومفيدة وصحية وجميلة قوي، ولازم تجربوها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكوا اشعار بكل فيديو جديد انزله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ احنا بقى ممكن بقى بعد ما نحط الموتزاريلا كده من فوق الوش نحطها في الفرن في السخونية من غير ما نكون قايدين عليها، علشان الموتزاريلا تسيح فيها وتمسك فيها، او ممكن من شدة السخونية هي ممكن تسيح لوحدها. بس ما نديهاش لون، يعني انا افضل الموتزاريلا تبقى طريه كده وسايحه من فوق الوش من غير ما تاخد لون وتنشف. بس كده الفيديو بتاعي خلص، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم، والى اللقاء في فيديو جديد.